1 اكسبت. ما احنا لما نكون المركز ال11 عالميا للمراهنات، لا ده احنا ناس هبلة قوي. احنا لما نكون كل يوم بيت بيتخرب بسبب البرنامج ده، احنا ناس اهبل. لما يكون برضو شاب عنده 13 14 سنة ومعاه البرنامج ده على تليفونه، لا كده ما ينفعش. قبل ما نبدأ خليني اعرفك على 1 اكسبت، من اخطر البرامج اللي ممكن تشوفها في حياتك. برنامج لعين، ممكن يخليك تبيع كل حاجة معاك، تبيع عفش بيتك، تبيع كل حاجة بسببه. انت اول ما بتنزل البرنامج بتلعب لعبة الطيارة او على حسب ما تختار. اي لعبة هم بيتحكموا فيها لازم تكسب فيها، علشان يجروك واحدة واحدة للتقيلة بقى، وهي المراهنات، كرة سلة، سباحة، اي حاجة بتتلعب ممكن تراهن عليها. طيب ازاي برضو بيخلوك ما تقدرش تسيب البرنامج وبتتعلق بيه بطريقة رهيبة؟ هنعرف دلوقتي. قبل ما نعرف، صلي على النبي، وحد الله في قلبك، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تشير الكومنت واللايك، يلا بينا. عموما كده هما بيدخلوك اللعبة اللي هما بيتحكموا فيها، واشحن وهتكسب اول جيم. خلينا متفقين ان انت هتكسب اول جيم، ده لازم علشان يسحبوك واحدة واحدة. وعلى حسب بقى، شحنت ب50 وقعدت فترة طويلة في الطيارة، ممكن تاخدها 1000، ممكن تاخدها 500. وهو الفلوس بتغريه لما يلاقي ان هو كده ب50 جنيه كسب 500، تغريه الفلوس يفضل ياخد ويفضل يلعب، يفضل ياخد ويفضل يلعب لحد ما بيدخلوه في سكة المراهنات. المراهنات ديت في الموتوشة وفي اي حاجة، زي ما قلت، اي حاجة ليها علاقة بالمكسب وخسارة هما بيحطوك فيها وبيخليك تراهن عليها. تمام، انت لما بتشحن ب50 وتكسب 100، بتكسب 200، ما انت اكيد هتاخد ال50 جنيه بتاعتك وتقول ان ال150 جنيه دولت انا هراهن بيهم علشان ارجعهم اكتر، صح ولا لأ؟ طيب انت بتراهن بيهم، ممكن يكسبوك تاني مرة، ممكن يكسبوك تالت مرة، ولكن خلاص انت نصيب الستر بتاعك خلص. فبيبدأوا يستدرجوك بقى في الخسارة، يخسروك مرة ويكسبوك التانية، يخسروك مرتين ويكسبوك مرتين، وعلى حسب انت وخيبتك، وعلى حسب الفلوس اللي انت بتدفعها اللي هي كده كده رايحة في الهوا. طيب هما انت دلوقتي انت دفعت 50 جنيه، لو خسروك خلاص ال50 جنيه راحت عليك خلاص، فانت عايز تعوض فتدفع 50 تانية تروح عليك، فتبدأ بقى تخش بالتقيل عشان تعوض كل اللي انت خسرته، فتدفع 100، تدفع 200 برضو تروح عليك، فتضطر ان انت معاك فلوس، فتضطر ان انت تبيع اي حاجة قدامك عايز تعوض خسارتك. وانسى خلاص مش هتعوض خسارتك غير في شيء محدود جدا، ممكن يكسبوك مرتين كده، ولكن مش هيكسبوك برضو مبلغ كبير، هيكسبوك مبلغ صغير. وفي النهاية اللي هو ليفل الوحش، انت ما بتلاقيش اي حاجة تبيعها، ما بتلاقيش اي فلوس، فبتضطر ان انت تستلف علشان ترجع خسارتك. وده اللي حصل مع اشهر رجل هنا في مصر بسبب اللعبة ديت. خليني اقولك ايه اللي حصل معاه. قبل ما اقولك ايه اللي حصل مع الرجل دوت، انا عايزك لو هي معاك امسحها وحاول صلي. برضو الصلاة هي علاج كل شيء، صلي وان شاء الله هتعرف تخرج منها، لان ده برضو ادمان. انت بتدمن فلوس، انت بتدمن مراهنات، والمراهنات طبعا كلنا عارفين ان هي حرام، اللعبة اصلا حرام. تمام، لو انت بتفكر ان انت تنزلها، اوعى تنزلها، حتى لو بتفكر، عشان في ناس تقول لك ايه، طب انا كده كده هكسب اول جيم، طب انا انزلها واخد الفلوس وامسحها. استحالة تمسحها، لو مسحتها هتنزلها تاني، لان انت برضو بتقول طب ما انا كسبت والحوار اهو طلع سهل، طب ما انا انزلها تاني واكسب تاني، وممكن اصلا ما اخسرش، ولو خسرت هخسر 50، هخسر 100، برضو مش هاجي جنب اللي انا كسبته. مش هتعرف تمسك نفسك والله. اللعبة ديت لعبة ملعونة وحرام جدا اصلا المراهنات. فانت لو انت منزلها، استعيذ بالله كده من الشيطان الرجيم وابدأ صلي، وان شاء الله مع امور دينك اللي انت هتفهمها بالصلاة انت هتسحبها واحده واحده كده ومش هتصلي. استغفر الله العظيم، مش هتلعبها. فخليني اقول لك على الراجل، اشهر رجل في مصر مديون ليها. اشهر رجل ليها هنا في مصر، هتقولي مديون بكام يعني؟ ب100,000؟ لا ده كتير قوي. 200,000؟ لا برضو كتير، لا مش اكيد يعني مش هستلف 200,000. خليني اقول لك اللي هو مديون ب15 مليون جنيه، وطلع حكى قصته علشان الناس تتعاطف معاه.
فتخيل انت هو مديون ب 15 مليون جنيه، مش حاسس باللي هو بيعمله، مش دريان باللي هو بيعمله، واللعبه بتسحبه واحده واحده بعد ما باع كل حاجه، كل شيء يملكه. فاقرب مثال اهو. فخلي بالك يعني انت حياتك مش لعبه، لان دي بتدمر حياه، دي بتخرب بيوت كتير. وانا حبيت بس كده ما اطولش عليكم، لا انا طولت عليكم معلش، بس سلام.